صلى الله عليك يا نور يا خير من في المنازل يا رسول الله أنت النور. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين سيدنا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين والتابعين على نهجهم إلى يوم الدين. يا الخيط لا يرجى المجلس إخوة خوصرة ديال كوميتة القاضي عيادي رضي الله عنه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يحرد الله جيتر تحل خرا داقر قال دوج دول باب شرا إطلا دوج دول فصل دول داتش سيسادر وي سو إطلا دوج دول فصل شهوية دوتش خنر المقام المحمود دي الشفاعة هيدر دا القرآن شها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن دا القرآن شها هي يولجل إذا المقام المحمود ده از مقام الشفاعة خلر تخدع مجاهد صدغه يولجل أثر از المقام المحمود ده هر وسلم وشتا القرآن قيمتي نحبي صلى الله عليه وسلم شيت أرشد أخوة جوا يا رجل از أثر از يخا خلر از منكر يوجا أثر خلر تقولوا جرى مقام الشفاعة خلر أتحقق حديث كات أن قميالش خلر دخبل تفسير عالم نخم تودع خلر دوتش سيسادر خوي تاك شباب قوز بارلخ واون تحضروي. وعن أبو هريرة حديثات رضي الله عنه وتدن الشمس مالخ قربوا بأن بجمل صلى الله عليه وسلم تحت عن رواية تجاها ميل بارمي قربوا بأزعند تحت رواية تجاها أتساق بارمي قربوا بأزعند تحت اتشرى ماله لجول يوغل دالة تو مالخ جها تو محشري حجبوس مالخ جها كل جي أندو تو روايتك فيبلغ الناس ناخ قواتش جق من الغم سقطوا نق غير نق ما لا يطيقون تار نتس قواتشري ولا يحتملون تان الله جواتدي فيقولون الدسارت هذا ألا تنظرون ما يشفع لكم أي شفاعة الدوسج حن حجت شو حن لغت زواجين فيأتون آدم بيمرولش عليه السلام والبؤش فيقولون الدسار زاد بعضهم تارغا تنوت اتغاد أنت آدم أبو البشر وآدم وق عليه السلام أدمي دا خلقك الله وصوش دا القلر بيده شيء ونفخ فيك من روحه وصوش دا شي صغر سچخي سرحونشه وأسكنك جنته وصوش داوس شي يصنعها وأخوابرها وأسجد لك ملائكته دال شي ملائكشك سجديترهن وعلمك دالهن عمر أسماء كل شيء مصدوش من ترش اشفع لنا شفاعة ديتون عند ربك هيدلقرك حتى يريحنا دال تخوك الله دوه الدوش دال تخبرت دوه الدوش من مكاننا حنستخشين شو دوش مهتير محشري يقص ألا ترى حنقتي ما نحن فيه تخشيق هدولا خلوء تخشيق هدو سقطوا الدسار فيقول آدم بيمر عليه السلام جبل ده إن ربي بقل سدال غضب اليوم غضبا تخنى إغزو خرق لم يغضب قبله مثله تلحق تتيبار إغزو خاواتش ولا يغضب بعده مثله تتيبار قز إغزو قواتش ونهاني عن الشجرة دال جان ترسم بأرغنه دا درسوك فعصيت سعاسي على نفسي سيد غداء ديال قرديغر اذهبوا إلى غيري سواتج قول وچو أن أدتر اذهبوا إلى نوح بيمر وچ عليه السلام غوئن فيأتون نوح بيمر وچ عليه السلام بوابش فيقولون أدتر أنت هو أول الرسل إلى أهل الأرض لهتن أهلوشك إجر حال دال ويتا إلشوق وسماك الله عبدا شكورا وصنوش دال حوغ خنبج والله لي أنت يحقيق
ألا ترى ما نحن فيه تشيح دول خلوقتهن ألا ترى ما بلغنا تكاتش خلوقتهن ألا تشفع لنا تكون شفاعة دي دلار إلى ربك حيدالي فيقول نوح بيمر عليه السلام جفل إن ربي سدال غضب اليوم تغن إغز وخاو غضب إغز وخرق لم يغضب مثله قبله تتيبر إغز أسق وخاو واتش ولا يغضب بعده مثله تتيبر إغز وقواتش نفسي نفسي سيدغ دي خاليالقر قال يلرس في رواية أنس رضى رواية جهاد على أساس ويذكر خطيئته التي أصاب شداد وغالط وحد الدسو سؤاله ربه شيء بإي حقها بصون دالي شيء دندوز دو خاطر بغير علم دواتش صحوج شيء سخوان دندوز دو خاطر وفي رواية أبو هريرة رضي الله عنه رواية جهاد على أساس وقد كانت لي دعوة دال سوندن درس دعوتها على قومي أز سيق أمنته أشهلك بردي خزعدختا اذهبوا إلى غيري صواتج قور غولش غوان أدسو اذهبوا إلى إبراهيم قيم الله عليه السلام فإنه أز خليل الله ديال ضطوة فيأتون إبراهيم غولش عليه السلام فيقولون ترأد أنت نبي الله ديال بيمر وخليله ديال ضطوة من أهل الأرض لاتن أهل اشتقير اشفع لنا تكون شفاعة ديا إلى ربك حيدالي ألا تراهم قلت ما نحن فيه توشي هدر فيقول أدس إن ربي سدال قد غضب اليوم تهن إغز وخاو غضب إغز وخرق فذكر مثله السندر هاهدرسو ويذكر تهاهدد 3 كلمات قدش كذبهن شي خارتسان إني سقيم أن أندرسو موجوات شوسان بل فعله كبيرهم هذا ودق دو جرجو دو هدات شان أندرسو تقصار حقها دار أساس إذا شي سيس جتسو ولا شي يشي أندرسو نفسي سيد غدي خاز دالير لست لها صوات شفاعة أهل أدتو ولكن عليكم بموسى سبق موسى وطوع فإنه أذا كريم الله لا شيس قميل دار وشان وفي رواية أخرى سياق رواية فإنه أذا عبد لي وشان آتاه الله التوراة بسموش دال شيء توراة دوستا وكلمه دا شيس قميل دا وغربه دا شي نقرقوغا نجيجا شيس قميل دا شحاده قال يالرسو فيأتون موسى وطوبش عليه السلام فيقول تؤد لست لها صوات شفاعة ويذكر خطيئته التي أصاب شداد وغالط وحد الدسو وقتله النفس شي قبتي وين هلر نفسي صديق أدتسو ولكن عليكم بعيسى تبغض عيسى وطو فإنه أزروه الله دال مريمي عليه السلام كيرا دفتا سيء وكلمته دال شي أمر قلاري واسع فيأتون عيسى وطو وبش فيقول قد عيسى بيمر عليه السلام لست لها صوات شفاعة ولكن عليكم بمحمد سبغد محمد وطوع عبد لي والشي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يصنوش دا الله الله دها دوردق إنوش تحت دوردق إنوش تأشين جشت والدي لي والشوان فأوتا صنت أبواب يوفبهم الله عليه أفضل الصلاة والسلام فأقول أد أنا لها صوت شفاعة دال كيشتفر فأنطلق صوغ وشفاعتي أن فأستأذن على ربي سيدال تحبرم دي خداس فيؤذن لي صون برم لد فإذا رأيته زبسون ديال سينويتش وفي رواية فآتي تحت العرش عرش كالخو قصو فأخره وج قصو ساجدا سجد حاله وفي رواية فأقوم بين يديه الله أنا عرش حلش دعوت قصو فأحمده الله خاصم يبقى بمحامد خاصم الثاني لا أقدر عليها الآن هستغنى سوقش خاصم دي ألشي ستو خاصم اشتها نسقوا تبوات إلا أن يلهمني الله سونا دكتور شيمار وفي رواية فيفتح الله علي أسمش دا صون تها
ديودق من محامده شي خواستم وحسن الثناء عليه شي خواست ورغ شيئا عما لم يفتحه دال خواستم بلا بواتش على أحد قبلي صلحة عني انتهى عنده. قال في رواية أبو هريرة رضي الله عنه رواية قال صلى الله عليه وسلم فيقال أدى يا محمد هي محمد ارفع رأسك حيكورت حليبي سل ديخ تعطى أديخار للدهن واشفع شفاعتي تشفع حشفاعت قابل الدهن فأرفع رأسي سيكورت حليبي بأس فأقول الداس يا رب هي سدال أمتي سي أمتي غاسوغل يا رب هي سدال أمتي سي أمت داس فيقول يصن وجدال أدخل من أمتك هي أمة غر من لا حساب عليه شاشت حساب دوات رجداش بغيت من الباب الأيمن من أبواب الجنة يصمن النعرش خرا أتورا يوجنعر غلا الذي هو أشرف أبوابها وهو الباب الثامن وهو مخصوص بأتقياء هذه الأمة إمام خفاجي شرقة الجرسي دولجا يولا نئيس بارلا يولجا نئيس وفيمري صلى الله عليه وسلم أمة بولج بول ديكش ناخد سان دال قوستيريس وهم أجا شركاء الناس ناخد يكب فيما سوى ذلك إذ يشجعه شارجه من الأبواب يصمن النعرش. ولم يذكر توهاه دندر في رواية أنس رضاج في رواية هذا الفصل يتيح الفصل وقال مكانة تنكومت يالرسو ثم أخر تخصو وجه ساجدا سجدة حاله فيقال قد ليسوك يا محمد يا محمد ارفع رأسك حيكورت حيبيع وقل قال يسمع لك حقلدوحن وصل ديخا تعطى أديخا لدهن واشفع شفاعة ديع تشفع شفاعة شخضوال جدهن فأقول أزأد يا ربي هي سدال أمتي سي أمت ديخا أسوكر سأمت داس فيقال أدى انطلق دعوها فمن كان في قلبه شيدكته مثقال حبة من برة أو شعيرة كن بوستك يمك بوستك بارمي من إيمان خمخن سجى فأخرج شجورة الأرواح فأنطلق دعوه فأفعل ذلك آخر الدأس ثم أرجع إلى ربي تحقى سيدالت وقوسه فأحمده بتلك المحامد دل خواست مبأس تحور إيش ده دور خواست مش وذكر فادرس مثل الأول حلف شوتر در وقال فيه تنجع يالرسو مثقال حبة من خردل قل فيك بارمي إيمان نقشدك شو هم غنر يصمو شو الأرواح قال يالرسو فأفعلوا دال أن القواتش الداس ثم أرجعوا تحقى يحقق دلت وقوسه وذكر مثل ما تقدم حلقة شوتر در فادرسو وقال فيه تنجع يالرسو من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل قال في بار مغرى كزيجخ شيدك إيمان هنسجى أرواح كان فأفعلوا دال آخر قاتش للدأس يلرس وذكر في المرة الرابعة دي إزلخ وحدرسو فيقال لي دي إزلخ أردال قردي خشدال أدسوك ارفع رأسك حيكورت حليبي وقل عقال تسمع يقلدوخ واشفع عشفاعتي تشفع عشفاعة قابلده واسأل عديخ تؤتى عديخا من لدة فأقول الداس يا ربي هي سدال إذن لي بورم داسون في من قال لا إله إلا الله يعني شاركة قال رسول الله ليس ذلك إليك أز حوقلت أس السيدة تاتس ولكن تبغض وعزتي سيجعل ينضوب أس وكبريائي سيوقل يضوب أس وعظمتي سيوزل يضوب أس وجبريائي سينزغضوب أس الله أخرجن من النار جورة الأس أروحقني أروحكمو من قال لا إله إلا الله أنر. ومن رواية قتادة رواية غلق دار يصل قتادة ابن دعامة يشتابع ورق عنه أنستر دار يصل قال سوء تو أنس أنتس يه قتادة أنتس فلا أدري سنغات في الثالثة أو الرابعة قال والشان يلرسو يدي إزلا والشان يلرسو
فأقول أزد يا ربي سدال ما بقي في النار جوجة شها بسابات إلا من حبسه في القرآن قرآن تجوجة صوت أي من وجب عليه الخلود تجوجة شها دائم بصر شاشته واجب ستار مار. وعن أبي بكر أبو بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة دار صوصا مثل أسندر قال ألست فيأتون محمد وربش عليه أفضل الصلاة والسلام فيؤذن الله سنفر مدة وتأتي الأمانة أمانتي والرحم قرقلوا يواجه شفاعتين فتقومان جنبتي الصراط سرتين اهتي اردي أورها تأوتقي إشي أمانتي قرقلوا. وذكر قيمه صلى الله عليه وسلم حاضر في رواية أبي مالك أبو مالك ترى دوار رواية عن حذيفة ترى دار أساسا فيأتون محمد وربش عليه أفضل الصلاة والسلام فيشفع شفاعة الدسو فيضرب الصراط سرطرته الدبس ومجدال جورة تغل فيمرون جورة تغلت إحبال لأن بوضبش أولهم ساري إقر حلق ودر كالبرق تواسوك تشسبي سيختها ثم صوتها كالريح مخصن سيهود جورهوغو والطير أول خزري سنة وشد الرجال بيت بوخش بمعنى سنة معنى بودر اختر ونبيكم صلى الله عليه وسلم شنبي مرخنش على الصراط سورتي انت هلاهتش يقول يا خش ديالك كيكش اللهم يزن ديال سلم سأمة مرش ديال سلم سأمة مرش دوشق داقع حتى يجتاز الناس نخشق بولوت. وذكر تهاهر آخرهم ثاني كير تحرور جوازا سورتين تحولت تحوالرك الحديث القسم تاق جوهينه يا خش سيولش وأسأنا وحدات سچر هنات يا خش سيولش وأسأن وحدات سورتين إقر تحوغور تاق الحسن البصري ترى أمي الله يا ليتني كنت هنادا إلر أنسو شيدا قومت اسهناد ولا قصوان إلر أن الحسن البصري إذا سخلج سي جين كانت سورتين تحوغول سي كالهر وغول خمخوريسون أنا قالر أن الحسن البصري ترى أمي الله إمام خفاجز نسيم الرياض يهدو شي شرحك. وفي رواية أبو هريرة ترى بعض رواية قاعدة فأكون صحوة أول من يجوز أجر هالصو سورتين تحول تحوغور. وعن ابن عباس حديثات رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قيمر توضأ للأنبياء منابر قيمرشت عليهم الصلاة والسلام من برج أوتيجي فيجلسون عليها والصبو قيمرج من برشت عفو شبه ويبقى من بريس من بريسجي لا أجلس عليه سنتي سوات سخوش قائما بين يدي ربه منتسبا سيد الحوش نيسوان صلاة تشعاله فيقول الله تبارك وتعالى وزي وقا وشدال أدى ما تريد أن أصنع بأمتك هي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فلو هنا أصحي أمة أدر فأقول أدى يا ربي سدال عجل حسابهم صار حساب سخديع فيدعى بهم اجتبيه بحسابا فيحاسبون حساب ددسان فمنهم سارق من يدخل الجنة يصمل وقر حقوق برحمته دال وهيتمت ومنهم سارق من يدخل الجنة يصمل وقر حقوق بشفاعة سشفاعة ولا أزال صوصوص أشفع شفاعة حتى أعطى إقرته شكاكا سون تبترج دوز برجال ناشنيخ ترج ديول قد أمر بهم إلى النار جوجة تشقوسين أمر ديال حتى إن خوازين النار جوجة تؤتي ملك تخل الله يقول يا خش يا محمد هي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ما تركت لغضب ربك هيدال إغزلون في أمتك هي أمتك من نقمة شرية زرقاء. ومن طريق زياد النميريشن ناقض عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلشن قال أن أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته أجر حلق سيكير تترلهت دعديل الدروسو ولا فخرة ثاني أذكر سيج حاله وأنا سيد الناس يوم القيامة يوم التينح ناخ آله قوسو ولا فخرة أذكر سيج حاله ومعي صوت لواء الحمد خواست من بيرق يوم القيامة قيمة التينح وأنا أول من تفتح له الجنة أجر حلق يوصم ليشين يلقر ولا فخرة أذكر سيج حاله فآتي
صوغ فآخذ بحلقة الجنة يوصم ليجوك حلواسياس فيقال أدق من هذا ملوسيان فأقول أداس محمد وسعين فيفتح لي سون يوصم لي يلقي فيستقبلني الجبار تعالى تحقير فيستقبلني الجبار تعالى المتشابه هذا وهنا ظاهر دوج ما عندي حقتش بس هم ديال يوصم تشوول السنخول تحقسنجح حلول خلص الله أنت تروج نرى كناية زوخ إمام دلجس الاستفاء لبيان معاني الشفاء يعطي شجرة كناية عن أول ما يظهر له صلى الله عليه وسلم من آثار شدة غضب ربه وقهره عباده ونفاذ حكمه فيهم قيمة النبي صلى الله عليه وسلم إغزب خرن لرغ دال شي لاشت نزبرن دال شي لاشت شي حكم تشق داقرن لرغ إجا حق فيما صلى الله عليه وسلم بعرقش كشت الدور دوش حمخ كناية هذا زوج فأخروا له سبحانه الله وجوس وساجد سجد حاله وذكر حادث نحو ما تقدم حولها تختار در ومن رواية أنيس رضوش رواية قاعدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ديل أشخصر آلش لا أشفعن يوم القيامة قيمتنا شفاعة الدنيا شفاعة دمته لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر لا تنبغتها ملدوش قرط والجل لا تنبغت ملدوش جانل دخغ دولش دوش ديل خلقا ديل لاشتن يلش فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار هذا وشفاعة حقيقة هديك دوش دوك أمالية لفظ باش دالرق تيبر داخكرغ بول دالرق بيلقل دالرق أن شفاعته صلى الله عليه وسلم قيم لشفاعته ومقامه المحمود تنخواست ميولوج المقام من أول الشفاعات إلى آخرها وشفاعة دي دولش دنت شفاعة شق داللت تنخد شفاعة تنخد المقام المحمود من حين يجتمع الناس للحشر آدم محشري وعش كتاش دنت تدولج الشفاعة المقام المحمود وتضيق بهم الحناجر صار تجمش لكش كاتشات صار لكش قطلش دنت ويبلغ منهم العرق صديقة العدو دجدو حصر والشمس تانته بحبا تبين بوج مالخ والوقوف محشر إجلاتر ما بلغه شي قاتش درجي قاتش منوتي دنت وذلك قبل الحساب حساب خلي هدقس فيشفع حينئذ تخان شفاعة ددسو لإراحة الناس نخ فرغت باهرة من الموقف محشري لاتر إقر حوصو ددول شفاعة أزد ثم يوضع الصراط تقصرتي دولد ويحاسب الناس نها حساب دد كما جاء دارتر في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة دير سلسان وهذا الحديث يا حديث أتقن تخشعاد فيشفع شفاعة ددسو في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة حساب دواتج يصم لي بوخي تبرش يصم لي سيخ بعلاش بخترس كما تقدم في الحديث كأصحاب الله رختنا ثم يشفع تقول شفاعة ددسو في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم عازب شاشت حقهن جوجتي بها شارجح حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة صحيح دو حديث جاء ووقت حجة ثم في من قال لا إله إلا الله إقرتها لا إله إلا الله يعني شارجة شفاعة الدسو تحرد سيق شفاعة وهدات عالمنا فيمرو صلى الله عليه وسلم شيدي بشينا أبو طالب ضد شفاعة ضد شفاعة روجة أجر أحتضوش عزبي نسبقو أزدال سويت سري روجة قطر والغرز من عندي فهم الله عليه أفضل الصلاة والسلام وليس هذا يبقى يشفاعة لسواه صلى الله عليه وسلم ويقيم الوجه وفي الحديث المنتشر الصحيح درجة دوج صحيح دوج حديث قاعدة لكل نبي غور فيمرا دعوة دعدق يدعو بها سدعي تان سودال دعدش واختبأت دعوتي سيدعو حل دير أس شفاعة داش حاله لأمتي سي أمة يوم القيامة قيمتنا قال أهل العلم علم أهل وجأنت
معناه تنمعن دعوة هور بيمرا دال دعدا وعلموا تان خيتا أنها تستجاب لهم تدعي تان جبل الدوشلر ويبلغ فيها مرغوبهم تدعوها تربيزم بول هم تردوغ دوغ هم قوتش ددنان وإلا أشتيتم فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة مل تاري هور بيمرا جبل دعاشنت ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد ويبيمرا دقر دي وقواش سيا وقواش ميل دعاش ده ولكن حالهم عند الدعاء بها تبغد تبيمري عليهم الصلاة والسلام حال تار دعاش ثاني دعدن بين الرجاء والخوف جبتلر سطو سراي جبتلر دترن قير الراي يقيخنت أو ضمنت لهم إجابة دعوة أخدعين جبتلر دعان دوشتندر تان فيما شاءوه تان لينشنجا يدعون بها تدعو تان سادعدش على يقين من الإجابة شوش جبتلر دق أن بقن سخارن ته دوك تيشدرن ته أصدعو قوان إمتين دد دوش تحت التات أزيل بيمرو عليه أفضل الصلاة والسلام وقد قال محمد بن زياد زيانت وأبو صالح زيانت يا رسول عن أبي هريرة أبو هريرة في هذا الحديث وحديث قاعد يا رسول أبو هريرة لكل نبي نهار بهمرة دعوة دعا بها في أمتي تدعو ثاني في أمتي تدعو فاستجيب له تنجبتا وأنا أريد صندو أن أدخر دعوتي سيدعو أزدعدلر شفاعة توجه عليه لأمتي سي أمة يوم القيامة قيمة وفي رواية أبي صالح ترى رواية قال لكل نبي نهار بيمرا دعوة مستجابة شفت جدعة فتعجل كل نبي هار بيمرو توشي دعاء سيخدا دات دنيا شخص دقاتشي دعاء ونحوه السندر في رواية أبي زرعة أبو زرعة رواية عن أبي هريرة ترى دار وعن أنس ترى مثل رواية ابن زياد رواية ترى عن أبي هريرة ترى عليه الصلاة فتكون هذه الدعوة المذكورة أخبر صلى الله عليه وسلم شي حديث قحوه دا دور حقوق مخصوصة قصد بالأمة أمة تانية مضمونة الإجابة جبل الدئان تيشبول جبل الدئان دال دوشدن وإلا أشتيت فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فهم المديسادي أنه سأل لأمتي أشياء شي أمة ديهات أنا ديها هلن من أمور الدين والدنيا دنيا بالخير حماش وأعطي بعضها ساريس حضرش بيمرادن صلى الله عليه وسلم دخا درجدن ومنع بعضها حضرش سلوجدتات وادخر لهم هذه الدعوة قست أصدق بيمر صلى الله عليه وسلم تسال لارخاد عدلر إلى يوم القيامة قيمة كاتشس وخاتمة المحن تحرش بالك تحرش زير كاتشس وعديم السؤال والرغبة دق دي خرجي تديخ شانه ديالك دق داخل كاتشوتسي جزاه الله وسموش دالا تسنى بيقم بوب أحسن ما جزى نبيا عن أمته تحن بايمرا شي أمته قرأ باب بولج بولا بيقم اشتقير تخوزا بولج بول تخديكا بولج بول بيقم وصلى الله عليه كثيرا وسموش دال سنتها دق صلوة تشلوط وسلم وسموش دال سنتها سلم جلوط والحمد لله رب العالمين فصل في تفضيله وسموش دال اسبايمر صلى الله عليه وسلم ويزبرقها في الجنة يصمو بالوسيلة وسيلة يا هجدول اقر لقير دوجدول درجة عرشنا اقر قرقا دوجدول اقر لقير درجة والدرجة الرفيعة لقر درجة والكوثرة والفضيلة دالك أستاذ بيمنا صلى الله عليه وسلم يا يوجو كما شوتسي وكان فضل الله عليك عظيما يخشى الذكر حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءتي عليهما تشين شيخ انتهاء ديشر ثاني تشين شيخو دي سادويك قال تشين حدثنا أبو علي الغساني قال حدثنا النمري الحافظ بن عبد البر وأوزلوجر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر التمار قال حدثنا أبو داود
قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحقق نسختك العاص عند يا دوتش أزنيس ديوخ والله علي القاري شرحك أنه سو عبد الله بن عمرو سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهم الخزر يعني يقول أولش إذا سمعتم مؤذن شوان خزج فقولوا أش آلش مثل ما يقول سو أوش وتردر ثم صلوا علي تحسون تحصل الطلش فإنه من صلى علي سوان تحصل الطلش صلى الله عليه أشرا صلى الله عليه اتصل الطلش ثم صلى الله تعالى للوسيلة تحقق صلى الله سوان وسيلة ديغلش فإنها منزلة في الجنة يصمت شهات مهتيس لا تنبغي أذا خليش واتش أز خلطان واتش إلا لعبد من عباد الله دال لاشتكر تحلنان مار وأرجو الستوس أردوغدوغ أن أكون أنا هو سي أسخلر فمن سأل الله لي الوسيلة تخبص موش داليرا سون أز وسيلة يا رجل مهتكي خاسقة حلت عليه الشفاعة سمتها شفاعة دص الدين وفي حديث آخر عن أبي هريرة تحاق حديث قها أبو هريرة رضي الله عنه الوسيلة يا أعلى درجة في الجنة يصمل شراء أقل لقير درجة وعن أنس حديثات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلشن يعني بين أن أسير في الجنة يصمع شغل صوود شغل إذ عرض لي نهر تا خطوة تلقى نيستلرسون حافتاه تو خطوة تلقى شيست دهسة شيست إباب اللؤلؤ ياهر دولش جيمشوك ياهر دولش جوهر غرى چرتق جولش قلت يا الله لجبريل الملك عليه السلام ما هذا فدران قال يا الله هذا يرى الكوثر الذي أعطاكه الله دار من بن قال يا الله ثم ضرب بيده إلى تينه تحق شكل تسنى تبر على تيغرسو تحق وسماه تينا جريا على غالب العادة في كون مقد الماء تينا أو بحسب الصورة يوم الله علي القارس رحمه الله تعالى شرحه يصمت شها خد اللهت مسكمي هتا تين أن ألرسو طب اللهت أن ألرسو دا ناخ قيت الدوش تيبر عادة تح ألرسوس فاستخرج مسك أريح قرش وعن عائشة ترخ وعبد الله بن عمرو ترخ يا رسول مثله سندردو قال ألرسو ومجراه تخطى تلقي ليلر على الضد جيمشكنته والياقوت يخون ده يهج دولش جوهرنته والله ده وماؤه تنخية أحلى من الأصل مزل مرزق ده وأبيض من الثلج الليل كيغه ده وفي رواية عنه صخ فإذا هو يجري عدو درس ولم يشق خرش دوك ذات شق خرش دقرق أي لا يشق الأرض بشدة جريه يوخ إمام خفاجز شي شركة تا السخ دخر ثاني أرضو حقش دودش داترس وكذا سائر أنهار الجنة تجري من غير أن تتخذ أخدودا اشت يصمت من الضوجة تواتو الجيش أسها أرج دوخش خرش دوخش وداتش ستين اشت داود يحدث عليه سنتح حوض حصحب عليه سنتي أن يالش والله أنه بجانب قريب منه يوصل سخطة الجام باتش حصحب تريد عليه أمتي سحصتنا خيمة أمة توخش وذكر حديث الحوض شي حصد بوتش حديث ونحوه سند عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال أنت الكوثر يا غدا الخير الذي أعطاه الله إياه بسم وجدال سبحانه صلى الله عليه وسلم دندو جديك دس وقال سعيد بن جبير أنت يا رسول سنة والنهر الذي في الجنة
يوصمت خدول خطوات من الخير الذي أعطاه الله دال سندن ذكر ده. وعن حذيفة رضي الله عنه فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن ربه فيجمدوا عليه أفضل الصلاة والسلام شي ديل تسرغ هو ديشنجا وأعطاني الكوثر دال كوثر يهرب حسب بلرسون نهر من الجنة يصمر يرتوات والدأزة يسيل في حوضي سحست تشها أشدو خد دول خطوات والدأزة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كما ديال دشجع ولا سوف يعطيك ربك فترضى يا هرب. قال أنتو ألف قصر إزر غال لجتن دال من لؤلؤ يهجدو جوهر جمشق ترابهن تسالات المسكوش وفيه تشوها ما يصلحوهن إجباهم إشغالاش طايجدو هماش خد. وفي رواية أخرى ساق روايتك وفيه صباهم أشكال سغالاش ما ينبغي له تنطنبر خد من الأزواج اشتغ والخادم غلق تجبر غلق قويك عند صلى الله عليه وسلم. فصل فإن قلت أولي إذا تقرر صوتهم هنا يحتج من دليل القرآن قرآن دليل وصحيح الأخبار تنظر دوت أمالغ وإجماع الأمة أمة إجماع كونه أسباي مرخلر عليه أفضل الصلاة والسلام أكرم البشري أدم اشتقير أجرسيد وجور وأفضل الأنبياء أجرز وجو بايمر. فما معنى الأحاديث حديث معنى فتاق حديث غلوز رفت الواردة شاش دول شندول ديحكادول بنهيه بايمر صلى الله عليه وسلم نهي درسه عن التفضيل شي بزبرغ اشت شي سن تحبوز بو بايمرش قش بايمر بزبرغ كقوله سندشتر فيما حدثناه الأسدي قال حدثنا السمرقندي قال حدثنا الفارسي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم إمام مسلم وأصول شو قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث والقول عن قتادة سمعت أبا العالية خزرش يقول الله شيئا حدثني سوقديتات ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم شن بايمري داوشي واس يعني لوطن ابن عباس عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بايمر قال أنتو ما ينبغي لعبد لان توانبات أن يقول سؤال أنا سو خير ديك وأن من يونس بن متى يونس بايمر عليه السلام أنا آلر ثانية از الضمير عبد جيرزج يا بايمر جيرزج صلى الله عليه وسلم شقي احتمال دولج دام الأردوت الدول. وفي غير هذا الطريق حد ينق بواتش قشني قاعدة عن أبي هريرة ترى دار أساسا قال يا رسول يعني لوطن رسول الله دار صلى الله عليه وسلم يلشنو يالر ما ينبغي لعبد يعني الحديث. وفي حديث أبي هريرة أبو هريرة ترى دار الحديث قاعدة دار أساسا في اليهودي جوكتيشن حاقها الذي ورث قال أن دوبي أول شي دو وشان والذي اصطفى موسى على البشر أدم انتهى موسى بيمان عليه السلام وزواج ديالو دوبو از أن دوبي أبتو وأنصاري جنس شي قوسوج تفلت أما هو رجل من الأنصار تنقون شتسن أردلر وقال يالرس تقول ذلك أزياخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إلشخنش عليه بين أظهورنا وينكي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحق أصدو بايمر كاشر فقال يالرس لا تفضلوا بين الأنبياء بايمر اشتكي يصحبوا بايمرش وقادل بزم بي يالرس. وفي رواية تحق روايتها لا تخيروني على موسى بايمر التحا صديقه وياش تحمواخ فذكر الحديث واضح. وفي سنقادة ولا أقول آزياخت إن أحد تسق أفضل يزغوان من يونس بن متى يونس بايمر عليه السلام. عن أبي هريرة رضي ومن قال أنسك أنا سوف يندك وأن من يونس بن متى يونس بايمر فقد كذب خاص لنا. وعن ابن مسعود رضي لا يقولن أحدكم شغلت عني الله نما قلت أنا سو خوي مديك وين من يونس بن متى يونس بايمر عليه السلام. وفي حديثه الآخر سيقسم حديث قاعدة فجاءه رجل
تقول غير أزواج فقال له بيمرق الرسول صلى الله عليه وسلم يا خير البرية هي خلق نقير تخدكاور فقال يا رسول ذاك إبراهيم أزم إبراهيم بيمرق عليه السلام فعلم هنخا أن للعلماء عالمنا في هذه الأحاديث وحديث الجعام تأويل جدق مسيخك جوب جدق سار أحدها سارة أن نهيه عن التفضيل بيمر صلى الله عليه وسلم تتاي بارداء دوج دول نهي كان قبل أن يعلم خالع غندرقس أنه أسخلر سيد ولد آدم بيمر دي صلى الله عليه وسلم تهيني آل فنهى نهي دادرس عن التفضيل تحبرش كتشارل تحبيز برخ إذ يحتاج عن الرسحشتم در إلى توقيف ديلغر خوامك ديلغر بولمك أي إعلام به من الله وإذن فيه يوخ إمام خفاج الشرق فلا يقدم عليه بالعقل حيقل ثاني اجتهاد دا ودش هم تشتز ديلغر خوامك حشتم در ديلغر خوام بالوز نهي دا هنتش وأن من فضل بلا علم دواتش ساري صبرج باسك فقد كذب أسخاص وكذلك اشتقوا سندشو لا أقول إن أحدا أفضل يعجد سندشو لا يقتضي تولخت تفضيله هو از يونس بيمر دي أصل مالت ويزور وإنما هو في الله يرجع كف يقيت الدقة عن التفضيل تحبوا بيمر وقاد الله تها بزبرخ تحنيق أزبا الوجه الثاني شلغنق أنه قاله صلى الله عليه وسلم بيمر أزياندر على طريق التواضع أتعر نقطة ونفي التكبر كرل والعجب شيخ حمخيتر شيء يخطو نقطة وهذا يرم لا يسلم مرشدست من اعتراض يرل إن شاء الله بوجه واتشم اعتراض ياتش بصبات يوتش هنا ياتشو إمام خفاجز لأنه يعد الإخبار بخلاف الواقع الذي هو كذب مضموم تواضع هنا ياتشو بوقنس دولج حمن دهل دولج هم خاص دولج دهل دولج هم تواضع لورت ولأن نفي التكبر والعجب يقتضي ثبوتهما له كل عجب يخطو وهذا درس وزان والي كل عجب خنيق بيمرك صلى الله عليه وسلم الشيء الأقوى استوى زان ما عندوش ولا يخفى قيل ذات أنه اعتراض ساقط إيشاء اعتراض فإن التواضع صفة محمودة أذا خاصة من كتسته وهو أذا من شأنه صلى الله عليه وسلم بيمري غلق هذا كما تقدم حال ظهر الترور تيشلو بوجبه وجه اعتراض ماش بسط يعني المؤلف أنر رضي الله عنه إمام خفاجز دهل اعتراض خير اعتراض ده تشوف أزمج وجه بيوت الوجه الثالث قال بوجبنك ألا يفضل بينهم ثاني تحبرش بس برد تفضيل بس برخ يؤدي تو وجش وزش إلى تنقص بعضهم وجش إيش برك مثلا جوكتجه موسى بيمر دي أصلا موسى بيز خانة تعاهم يلبوش بيمر أطع بيج بيز وقص نصارى عيسى بيمر دي أصلا موسى بيز خانة تعاهم يلبوش بيمر أطع بيج بيز أبو سلناه بيمر صلى الله عليه وسلم بيز خانة تعاهم بوش بيمر أطع بس تعاهم بوش بيمر سانجرجلو يولش ثاني كتير بيز هو بيمر صلى الله عليه وسلم أبي الغد منه يا سيصبوش بيمر حما أطع درنته لا سيما قاسته في جهة يونس عليه السلام يونس بيمري أورا إذ أخبر الله عنه يسمى وجدات صور ديسان ده بما أخبر شيء ديسا دور همت لئلا يقع في نفس من لا يعلم حمتخوز وولشن دقها منه صور بذلك تسنتاني دوج الدواتش وضواده تو يونس بيمري دي يسمى حما لوخدر وانحطوات إذا عوجر من رتبته الرفيعة لقن دوج درجر إذ قال تعالى عنه بسم وجدال سنحاقه آنم دار إذ أبقى أزود وهاچان إلى الفلك المشحود دزا كيم دوج إذ ذهب أزدعوها چان موادبة إغزوها چان فظنة ختادر ألن نقدر عليه أوشين تهقوتو يني قوتو يجيهت نقدر عليه يغرى قدره يخشو دوش قدر يخشو يرى خلرتو جدا ألن نقدر عليه أوشين تهقوتو يني قوتو يجيهت فربما يخيل خيل خيط طليق
لمن لا علم عند شينكر علم دوت شاغرغ حتيته يونس بيمر دي اصل مالتن شيخندج لقيش درجير اوجر بذلك تنتاني تدا الله قران شو تسبيخ كبوز بيخ كتاني الوجه الوابع بيلا بوز منق من التفضيل تاريخ حبرج بيزبر يخطو هرده في حق النبوة والرسالة نبوة رسالة حقك نبوة رسالة درجك فإن الأنبياء بيمرش عليهم الصلاة والسلام فيها شو درجها على حد واحد سندوزون تابوش إذ هي يعني النبوة رسالة شيء واحد سهم لا يتفاضل تعني درجة وشول تخدو على وإنما التفاضل تبرج وقارل تخبولر في زيادة الأحوال تار حالش صودالر قاعدة والخصوص تار خصوصياتش والكلامات تار كلاماتش والرتب تار درج والألطاف دال تنداد وجديكار صودالر. وأما النبوة في نفسها النبوة شيء فلا تتفاضل إذا تعني قاعدة النبوة وشين قاعد دولشل تخدو على وإنما التفاضل تاريخ حبرج وقارة تخبولر بأمور أخرى قدو بالهاشت زائدة عليها النبوة صودو على ولذلك أزبان دول منهم تاريخ الرسل يلشريبا ومنهم تاريخ أولو عزم من الرسل شغل ديبوز يلشريبا ومنهم تاريخ من رفع مكانا عليا لقش مهتي أيباروا إدريس بايمرتي أصمت ومنهم تاريخ ومن أوتي الحكم شين حكم دنروا صبية زمي بيردوش حلا يحيى بايمروق دي أصمت وأوتي بعضهم تاريخ سنين الزبور دندر داود بايمر دي أصمت وبعضهم تاريخ سنين البينات يوقي معجزات جنر عيسى بايمر دي أصمت ومنهم تاريخ من كلم الله داشيس قمال ديروا موسى بايمر دي أصمت ورفع بعضهم تاريخ تأيي درجات درجشك ويبايمروق صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كمشدال ولقد فضلنا بعض النبيين سبور وبايمج وبيزم باب على بعض تحشانته الآية دقس وقال بسم مشدال تلك الرسل يلشري فضلنا بعضهم ساري سبر باب على بعض وقانته الآية دقس قال بعض أهل العلم علما أهل يسحبوا شان والتفضيل المراد لهم هنا هتقوم التشكيل از لوج دول از دوتش دول تاريخ حبرش بلزبر يهر في الدنيا دنيا شهدس وذلك بثلاثة أحوال قاها الإسلام أن تكون آياته ومعجزاته سن آياتش سن معجزاتش خلر ده أبهر تخجوغ وأشهر تخوريان أو تكون أمته يسن أمة خلر أزكى تخ ديالة قيرش وأكثر دقق أو يكون يأز بايمر خلي في ذاته شي ذاتك أفضل تخبزق وأطهر تخ ديالغ كيرش تخ تنخ تاك بالطاء المهملة دأزوخ مولا علي القاري رحمه الله تعالى ششارك أي أنور إمام دز تخ نوري وش تاك إمام دلجيزة بالله المعجمة أصدور سن تفسير ذات أي أشهر من غيره من الأنبياء يوسف قبوش بايمالتي غوروان تاك إمام خفاجس شق نق حبال بشرطه معجمة الثاني أسخلي أي أشهر إمام عند سنوس تخ غوروان مهملة الثاني دليل نقاسان وأثر أن أتقى وأنقى أن ما عند سنوس تخ ديالغ كيرش تخ تنوش وفضله صهار بايمري دوزل في ذاته شي ذاتك راجع درزجنا إلى ما خصه الله به بسموش دال الشيء قوست وجه تنداد دوج ديك من كرامته دال كرامته واختصاصه بسموش دال تنقستا دال دوج دولا ديك من كلام دال قمال درخ أو الله يدال صودت تغور أو رؤيه بسمول دال تنبارغورخ أو ما شاء الله يا الله والله لين دور شمه من ألطافه بس مجدار شيء تساندي دور ديكيخ وتحفي ولاياته بس مجدار تسارتيو جوتش شيء قرقلون تقول تانا دن دور صوتي واختصاصي بس مجدار تساري صبرج أصبر وقد روي رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيمر خلر قال أنتو إن للنبوة بيغمر لن أثقال مهاجد
وإن يونس بيمر دي أصل موصل تفسغ منها شو بيمر اللي دولش دوتش محيغ ويخر اس تفسخ الربع تا باستي مالخان يولجو إنكل كوريك سنة باستي مالخان يولجو إنكل كوريك هك أزيك سنة محتبضتش يوخس كاليوسس شو تايبارا شو بيمر اللي محو لوابند يونس بيمر دي أصل موصل كالوسرس فحفظ صلى الله عليه وسلم بيمر موضع الفتنة كيق والترلو جوجا موتك فتنة الموتك لوريرسو من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته من أوهام يحشتوج أزمنة بيانية دأزوخ ملا علي القاري زوخ إمام دوجي زوخ إمام خفاجي زوخ من أوهام اشت فتنة درقص خاصة قيتم من تنيخ يسبق إليه شيقيتم كحلق يقش بسببها تباهم اللي دولج ميحاج بحندوش جرح أترير في نبوته يونس بايمري دي أصموت نبوتك أو قطع يا أترير في استفائه بصموش دال أسخرجك وحط من رتبة تندرج لهدر ووهن يشم في عصمته بصموش دال أزلور ورقة شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته فيمر صلى الله عليه وسلم شي أمة الدوغلز شي أمة تنتق أخية تجاه دادوز أميال دأس وقد يتوجه على هذا الترتيب حتى أخو ترتيب انتهى بوجه حابق أخو ترتيب انتهى وجه خامس بخيلة بوزبو سحاق وجه وهو أن يكون أنا يخرج ضمير خلرد راجع يرزش إلى القائل نفسه از دشاج أولج بولشين أي سمان لا يظن أحد تنسجا مهتشات وإن بلغ من الإسكاتش من الذكاء طوان خلق دينجح طوان خلق والعصمة دالق إنه يوري خلق والطهارة دينجح تنولر خلق سقط إنه تنخن خلق ما بلغ شيقاتش درجة إسكاتش ولي تنخية شات أنه شيء خير ديك وين من يونس بيمر عليه السلام لأجل ما حكى الله تعالى عنه بسموش دالة تنحاقها بيخ بوكش صور دي تار بحندوش فإن درجة النبوة بيمر اللي درجة أفضل تيخ دزغد وأعلى تيخ لقغد وإن تلك الأقدار شو ديل قيلة شو يونس بيمر ديال صمو ديال دور دهمش لم تحوته عنها شو بيمر اللي درجة أزا عليه قندر الله بندر حبة خردل قل في بارمي ولا أدنى يطوله اشترك عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى دنغن دور دخاتر معاوية وديك عمر بن عبد العزيز وديك يعني إيلش أندرسو هذا وضوبه معاوية تو بيمر صلى الله عليه وسلم غازوتي ودشان تم استوعاج جورن مريج بها بوز دوم ديك مب يعني عمر بن عبد العزيز هنيا يا صحابي از تابعي موت وسنزيد في القسم الثالث قال دوش دارجة في هذا أونجه بيان صوده قدوي إن شاء الله تعالى الله لي فقد بان لك هنا الغرض وين لينر بيقول ديالر وسقط بما حررناه ويتخكاتشنس ويدول دياتشنس أيجر شبهة المعتدد دهل يجولشنا شبهة ديار دليلاتر دولش إيشا دوش حدوالدش دوش دهندق غالط وبالله الله التوفيق ده وهو المستعان شيقر والله جوالوا لا إله قديل وات شين تحضر إلا هو أزواتر فصل دير في أسمائه صلى الله عليه وسلم تجمدي ترشكه وما تضمنته تزرج ثلاثة دولج دول هماشك من فضائله عليه الصلاة والسلام تديل يلتنا دوزله حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليد الفقيه قال حدثنا أبو عمر الحافظ بن عبد البر والأصوتر قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك إمام مالك عن ابن شهاب
ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل أنت لي شون 5 أسماء قطعية أنا سو محمد وأنا سو أحمد وأنا سو الماحي الذي ذقس يمحو الله بي الكفر بس مشدا سيت كرستو بدو دشور وأنا سو الحاشر قل بشور الذي ذق يحشر الناس دال أدب بحشري قل دول على قدمي سونتح وأنا سو العاقب حلبها بيمرش تحواج وروه وقد سماه الله تعالى بس مشدا صغت يقي في كتابه شيء كتاب محمد وأحمد فمن خصائصه تعالى له بس وجدات سبحانه صلى الله عليه وسلم أستداج ديكاش ده أن ضمن أسماءه بس وجدات سنترشتقي ثناءه سنتشيباش بالخص خاص تمدال تشبولر وطوى أثناء ذكره سبحانه صلى الله عليه وسلم حواه بتشيقي بس وجدال تشهلدر عديم شكري سبحانه صلى الله عليه وسلم شي دجل ضحك شكر فأما اسمه أحمد أتسنتي أحمد يهر فأفعل دس أفعل يهر وزني مبالغة صوال حالها من صفة الحمد خاصة مريها دور كوتسخ أحمد وإيش خاصة بشور أمانة ومحمد يهر مفعل يهر وزني مبالغة صوال حالة من كثرة الحمد ناخ تسمى دق فاستمر محمد ياش ناخ دق خست جوان امانس فهو صلى الله عليه وسلم اسباي مر اجل من حمد فاستم بيچن كتخ بزور وافضل من حمد شين فاستم بيچن كتخ بزور واكثر الناس مصبوش ناغل تخ دخا ورؤس حمدا فاستمك هو احمد المحمودين شاشت خواستم بچانی قرتی خواستم یوروز و احمد الحامدین دل خواستم بچانی قرتی خواستم بشوروز و معه زنزه لواء الحمد خواستم من بير قوجي يوم القيامة قيمتنا ليتيم الله سن كمال الحمد خواستم من قاتش وجوز ويشتهر الغور والقولش في تلك العراسات سو قيمتنا ميدنشكا بصفة الحمد خواستم من قدس ويبعثه ربه هناك بس وجدا وتمتشكي أزوات بجوز مقام محمودا خواستمي مقامي كما وعد بس وجدا لسنجعل يرغتر يحمده فيه الأولون والآخرون حلبها شار تحت بولشار ثم قوامي تن خواستم بشفاعته لهم صلى الله عليه وسلم تبين مرسان شفاعة ويفتح عليه فيه ثم التشكيل تنتهي بس وجدالة ديل الدق من المحامد خاصتمخ كما قال صلى الله عليه وسلم قيم رشيء آل رغتنا ما لم يعطى غيره أزواج تدنر وسمى أمة بس وجدالة أمة تيقي في كتب أنبيائه شيء قيم رشك عليه الصلاة والسلام دوست يدور دوجينش كعب الحمادين جاء خاصت بش برجان فحقيقة طوام بوجدق حق دوجدق أي يسمى تغى تيقر محمد وأحمد ثم صوتها في هذين الاسمين عن أخشن ترجع من عجائب خصائصه يصل وجدال سبحانه صلى الله عليه وسلم استاد دوجدوش ديكن تامش لنا وبدائع آياته تدال سبحانه صلى الله عليه وسلم تامشين ينوجو بلغو نشخه فنون آخر سحيق داقده هو أن الله جل اسمه تيوخنيق يسمو ديل هلردا حما يختيها أي يسمى به ما تشنت أحد تنسجات يقر قبل زمانه فيمري صلى الله عليه وسلم زامي يالح أما أحمد يغسي الذي زرقس أتاين في الكتاب قرآن الخلق دوست دور جاي نشكح سياق نسختك الكتب يعني وبشرت به تسرس الأنبياء بيمرج عليهم الصلاة والسلام شيء أمة تشكر دياخا فمنع الله تعالى بحكمته وسموجدا شيء حكمته يختي غرق أي يسمى به أحد غيره بيمر وجه صلى الله عليه وسلم تسرس تتلر ولا يدعى به مدعو قبله
Paymar sallallahu aleyhi ve sellem تحنيجت سترساني قيكر حتى لا يدخل لبس التباس كيك دولار تشودوش على ضعيف القلب إيشا دوغ وشنته أو شك يشيكو تشوجوش وكذلك أشت محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم يعجم تسرسانين تيحكاياتر إلى أن شاء قبيل وجوده عليه الصلاة والسلام وميلاده فإذن ما هو اللحا كذلك حلق درجة أن نبيا يبعث تبايمر ويتقوشل اسمه شيء محمد يولش فسمى قوم قليل من العرب عرب شخرتك إذكشناغ أبناءهم شيقوان يغ تسرشتك خنر بذلك محمد يترس رجاء ستوسش أن يكون أحدهم هو تاريخ سبايمر صلى الله عليه وسلم والله الله نجعل أعلم تخوش حيث يجعل رسالته شي رسالة شيء مجانيس لده وهم وجاء محمد بن أهيحة ابن الجلاح الأوسي ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومحمد بن البراء البكري ومحمد بن سفيان ابن مجاشع ومحمد بن حمران الجعفي ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم سانتطوه أول والواحد ويقال أول من تسمى بمحمد يسترس إجر حلقة تخنر محمد بن سفيان باليمني ويقولون تروال بل محمد بن اليحمد من الأصل تيبنخ ومحمد بن سواده ثم صورها حمد الله كل من تسمى به تشترس تيولش تطلع ملخنر دال لوربر يختيخر أن يدعي النبوة شبه مروان شو دعوة درخ أو يدعيها أحد الله يقتشو أسبه مرل سنة قيك درخ أو يظهر عليه يتنتهي سبب بحن بوش دالخ يشكك أحدا تسكتو شك وقش في أمر يسبالك حتى تحققت السمتان وهو صلى الله عليه وسلم از أحمدية محمدية يا خرج الله الشبال قلو بايمر صلى الله عليه وسلم تشمي ستلت ولم ينازع فيهما تشن كتقها بايمر صلى الله عليه وسلم تحاق قوس والت وأما قوله صلى الله عليه وسلم بايمر دوشة وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر سواء الماهي ويسمى دا صوت كرست الله دعوة قدول ففسر في الحديث حديث جها بيقول داتس الماهي الذي يمحو الله به الكفر أن شو حديث جها بيقول داتس ويكون محو الكفر أذكرت الله دعوة درخد إما من مكة يمكير وبلاد العرب عربي شهر شكدي وما زوي له من الأرض لا تغرسن حارش ده دال سنة بديتا دولش دوش لا تغر ووعد سنقبحك أنه يبلغه ملك أمتي سموتكشكها فايمري صلى الله عليه وسلم ملك تقواتشكيان أو يكون المحو يا أذا كرست الله دعوة دعوة هدا عاما درجة بمعنى الظهور الإسلام قوت دالري والغلبة بمعنى الظهور إز أي دولار إز قوش دالري معنت والغلبة إز قوت دال معنت كما قال تعالى في مجدال الله رحمه ليظهره السندين دال أيد الدوش وشتوق الدوش على الدين كل مصدر دين شتى وقد ورد تفسيره في الحديث حديث جاتشو الماهي ياتشو تفسير دردينت أنه الذي أزوز أن مهيت به شيء ثاني سيئات من اتبع شيء انتهى درجة شيء أمتي ونجد دال أدوه وقوله تندوش وأنا سؤال حاشر الذي يحشر الناس أدم محشري قلت الدول على قدمي سكوكتها ويروى دوت على عقبي سكواجونتها سونتها أي سمع على زماني وأهدي أمانس سزامنك أي ليس بعدي النبي سونتها خبايم الوقت كما قال تعالى وجدال الله رختر وخاتم النبيين أنت حربايم الآن وسمي عاقبة أنت يحقيته لأنه عقب غيره كتشوته ونوز من الأنبياء فهم رشكر عليهم الصلاة والسلام وفي الصحيح دوش حديث قاعدة وأنا سؤال عاقب وتحر والوصى الذي أزوز ليس بعد سنة النبي قال فهم فقوات وقيل أن معنا على قدمي يحشر معا أي يحشر الناس نخ محشري
قول بمشاهدتي سون بعرقورت فيمر صلى الله عليه وسلم اجر حلق يسمى وجدال لحتن كوهر اروح قرمي تاخداه دوجدا ادم ما لحتن كوهر حوت دال محشر يقولدر فيمر بعرقوت صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وجدال الله رختنا لتكونوا شهداء على الناس ناهن تتيشش ويكون الرسول يلشقوش صلى الله عليه وسلم عليكم شانت شهيدة تش وقيل أنت على قدمي على سابقتي أن سحل هو الله انتهاء قال الله تعالى مجدال أنت تسابقة مع إنسان أن له إنسان خلر بحدوش قدم صدق حليان قل عند ربي دلقك طول أن اشتبه بيمر صلى الله عليه وسلم لاتكو الغط وردال حلق ديحكا تنتهي الغط برساني ما عندوش دس وقيلات على قدمي أي قدامي وحولي أن سون حلقش كسون قونا أي يجتمعون إلي في القيامة قيمة النعام سوق حد كل الدأدم وقيل أنت قدمي سنتي ما عندوش دس ومعنى قوله تندشن مع لي سنة 5 أسماء ختي يهجدو قيل أنت إنها موجودة كوريوشيش في الكتب المتقدمة حلالها دوجدو جينشك وعند أولي العلم علما أهوش كرك من الأمم السالفة حلالها أمتك والله أعلم وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم فيمر ديسات لي سنة 10 أسماء إتي يعني وذكر منها تاريخ طه وياسين نترشوها يرسو حكاه مكي ابن أبي طالب القيرواني شو ديسات وقد قيل أنت في بعض تفاسير طه يخدش دشنا تحضر تفسيرش كأنه يا طاهر يا هادي أن ما عنده هي تنور هي أدم نيستشور وفي ياسين يحكي إنه يا سيد أن ما عنده حكاه السلمي ديسات عن الواسطي وجعفر بن محمد الباقر وجعفر الصادق ديار صلصة وذكر ويلو خشو هذا لي سنة 10 أسماء إتسي يعني ألستو فذكر 5 قوة التي في الحديث الأول حفظ حديثك هاي وقال ألستو وأنا رسول الرحمة قخية من يلشو ورسول الله فارغة يلشو ورسول الملاهم تمي يلشو وأنا المقتفي سين حلبها بوجب بايمرش تهود جوارو قفيت النبيين حلبها بوجب بايمرش تهود جوسو وأنا قيم ويان والقيم يعمل الجامع إزدي ميلدو همشلاتة الكامل إزدي ميلدو همشك قوتش وروس كذا اشت وجدته سنكوردات ولم أربيه تبغده تحنيت ديتام دهت المؤلف رحمه الله تعالى أي عن أحد من أئمة الحديث حديث إمام شخص تحنيت ديتا دهت قصوج أولي وساسا دهت أغيشتس وقد رواه الديلمي شو ديتات في فردوسه شيء فردوس ولم يسنده في مسند الفردوس إسناد ضالع دهت شو إمام دوجس شيء الاستفاء لبيان معاني الشفاء يغدو جيد وفي النهاية ابن الأثيري النهاية في غريب الحديث والأثر يغدو جيد طايوس حديث أتاني ملك ديرسو فقال يا رسول أنت قيم وخلقك قيم أن حقيم وحقلم نيستان أي مستقيم حسن أن ما عنده جداسة وأرى سنخيت يوخ مؤلفه رحمه الله تعالى أن صوابه تجنيس دوجدو دوش قثم أن خلر وأنا قيم أن مدوي قيم أن دواتش قثم أن دوش سنة بالثاء ثات كما ذكرناه بعض تهوى إصحاد شغلرتن عن الحرب زرخ وهو قثم أشبه تختام بجد بالتفسير حنزة ويتنحوه داش التفسير الجامع الكامل لأجدول تفسير داري تصندوق طوام بجد قثم أجدول دوش قيم يحجو وقد وقع أيضا أشت قيم أنا دينت في كتب الأنبياء حلبها بيمودي عليه الصلاة والسلام جينشك قال داود عليه السلام داود بيمون اللهم هبزن دال ابعث لنا تونويت محمد مقيم سنة تأوتدر بعد الفترة بيمون سوا وجه دين بولخ ملبن شوتها تزامين شوتها فقد يكون القيم دا رواية القيم يغدوش خلق بمعنى
رواية دعاء مقيم السنة يا معنت وقد روى النقاش لسان أنه صلى الله عليه وسلم بيمتر ليسون في القرآن 7 أسماء وصي أن بيمر صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. وفي حديث أبي موسى الأشعري كان حديث هذا ده صلصن أنه كان صلى الله عليه وسلم بيمر خنور يسمي لنا تكون نفسه شيغ أسماء ترجوش فيقول سؤال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة توب دلن بيمر ونبي الملحمة تمن بيمر ونبي الرحمة أخية من بيمر وكل صالح هورير صحيح إن شاء الله تعالى الله عليه. ومعنى المقفي عشان معنى العاقب عشان معنى دس هلا بها بيمرشت تحدال تحرد سان تحوار زويتا وجو بيمر. وأما نبي الرحمة أخية من بيمر والتوبة توبة بيمر والمرحمة أخية من بيمر والله برغتون بيمر فقد قال الله تعالى في مجدال وما أرسلناك وحوحتوات إلا رحمة أخية بولش عليما للعالمين عالما. وكما وصفه اسم مجدال سنكوستر بأنه أسخلص يزكيهم وجداق البش وجسنبش ويعلمهم الكتاب تان عمدش والحكمة تان عمدش ويهديهم وجنيسبش إلى صراط مستقيم نسشناقي. وبالمؤمنين إمدراش ناغتاني رؤوف الرحيم أخية ميولش رؤوف يعشنقها مبالغة ترك ورحيم يعشنقها دولشو. وقد قال اسم وجدال أن تشعله في صفة أمته تبايمري صلى الله عليه وسلم أمتي كتسجها إنها أمة مرحومة داشيخ أخية بأمة دان. وقال تعالى في وجدال في امتار حقه وتواصوا شوي لوسكي تجدى بالصبر سابرس وتواصوا شوي لوسكي تجدى بالمرحمة قهية أي يرحم بعضهم بعضا سارق حجر وقان قهية مش. فبعثه عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى إذا وقم وجدال الشيباي مرويتر صلى الله عليه وسلم ورحمة قهية بوجهالي لأمته شي أمتا ورحمة قهية بوجهالي للعالمين عالما ورحيمة قهية بوجهالي بهم تارس ومترحمة قهية بيها جهالي مستغفرا جشتر ديك عليه اللهم سان وجعل أمته دالة أمة در مرحومة شيخ هي تم أمة ووصفها بصوج دالة أمة كستر بالرحمة هي تمت وأمرها دالة أمة جا أمر در بالتراحم وشيخ هي تمت وأثنى عليه بصوج دالة تنتهي خاص نمر فقال بصوج دالة إن الله يحب البيت من عباده اللي يشكر الروح ما هي تم برش. وقال اسم وجدال الراحمون قهية من برش يرحمهم الرحمن قهية من وجدال سارق قهية من يوم القيامة قيمتنا يرحموا من في الأرض لا تنتهي بول سارق قهية بي يرحمكم شان قهية بب من في السماء سجلي نشكا بول سار يرحمكم أن جواب دوش جزمت بطن تنق يرحمكم من في السماء يعني رفع ثاني بواسع يرحمكم قخية بوب شوان من في السماء سجلينشكا بولشار تا سجلينشكا بولشار أن الله ثاني لوج درج يملك جدا عليه الصلاة والسلام نجح سنة تقولوا بسم الله وأن ولي من في السماء ملكه أن دليل من في السماء حكمه أن دليل تأويل بس. وأما رواية نبي الملحمة تأمن بيمر وياخذ رواية فإشارة دس إلى ما بعث به أسبيمر صلى الله عليه وسلم شيء تويتاتشنك من القتال تأمخ والسيف طرق صلى الله عليه وسلم وهي رواية صحيحة. وروى حذيفة ديسات ديريصل مثل حديث أبو موسى الأشعري حديث اختر وفيه سنقادة نبي الرحمة أخية من بيمر ونبي التوبة توبا بيمر ونبي الملاحم تأمي بيمر يعني. وروى الحربي ديسات في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم بيمر قال أن أتاني ملك دير صوت فقال لي ألستوشك أنت حق أظمها أي مجتمع أمانة مصدو إزدهم حيقا قول دير قال ألست والأظم الجامع للخير ديكمل در شيقا قول دير وس وهذا اسمتي هو في آل بيته تاخ نسختك في أهل بيته عنده
عليه وعليه السلام تبايمري صلى الله عليه وسلم تن أهلوشكا معلوم خوجوش يوزجوش عباسي وقثم يخشنو دير يسخل بايمري صلى الله عليه وسلم داوش خنو قثم يخش وقد جاءت من ألقابه عليه الصلاة والسلام بايمري ترشق وسماته تبايمري صلى الله عليه وسلم بلغ ونشق في القرآن عدة كثيرة دقر يلل ترش بلغ ونجي يحكي سوى ما ذكرنا ويحواه يرجواتش كالنور أدرختر والسراج المنير سرد الدجبول كيرم أدرختر والمنذر والنذير كيرم تصرف أدرختر والمبشر والبشير قبوح كجور أدرختر والشاهد والشهيد تيشل دشور أدرختر والحق المبين بلغ بقدر أدرختر وخاتم النبيين خاتمي شنتي بلاشر تحر بايمر أدرختر والرؤوف الرحيم قهيتمي ور أدرختر والأمين تيشمي ور وقدم الصدق حلقيان بقو ورحمة للعالمين عالما قهيتم ونعمة الله ديال نعمة والعروة الوثقى بوش بوشوت والصراط المستقيم نيشتق على رختر وطه وياسين والنجم الثاقب سير بولج بول عرض وحكش بول صدق والكريم ازديور والنبي الأمي ديشد والبايمر وداعي الله دالي أدم تديخ جوريان في أوصاف كثيرة دق كتاشكا وسمات جليلة يحقي بلغم ونشكا وجرى منها تاريخ في كتب الله المتقدمة الله دخل دول دال جاي نشكها وكتب أنبيائه تبايمر شكا عليه الصلاة والسلام دوست دول جاي نشكه وأحاديث رسوله تنقلشن حديث شكه وإطلاق الأمة أمته ليليش أمته أولشن ترشكه جملة يعني شافية درب دش قاتم خلي هردقس كتسمية صوتية قرأتر بالمصطفى والمجتبى يعني خرجان يعني وأبي القاسم يعني قاسم دا والحبيب يعني دخويز شور ورسول رب العالمين ذلك عالم دولة دوج وديل إلشان والشفيع المشفع أدرتر شفاعة تدر والمتقي ديال خير جور والمصلح أمة طاد شور والطاهر تنور والمهيمن شي أمة تنتهي بقلقش أمة تنتهي إهتار والصادق بقلو جور والمصدوق بقي شور والهادي نيشت شور وسيد ولد آدم بايمري ديال صموس ديزلي آل وسيد المرسلين إلشري آل وإمام المتقين ديال خير شار إمام وقائد الغر حجوك يوم مش ليبش المحجلين ديغن ماجن ليبش خدوش أمة حظوان از أمة دوغدر وحبيب الله دل دوخ يزجور وخليل الرحمن قهيتمي وش ديال دوت وصاحب الحوض المورود أدم شين تأخذ دوش حسن دا والشفاعة شفاعة دا والمقام المحمود خاستمي وجوش مقام دا وصاحب الوسيلة يغدرج دا والفضيلة فضيلة دا والدرجة الرفيعة لقش درج دا وصاحب التاج شالبن دا والمعراج لامن دا واللواء خاص من بيرق دا والقضيب ترن دا والراكب براق تغينر والناقة والنجيب إنكل تغينر نجيب بار عطف تفسير ديوخ شرلاحش وصاحب الحجة والسلطان دليل دا والخاتم خاتم النبوة دا والعلامة علامة النبوة دا والبرهان دليل دا وصاحب الهراوة عاسلي لشور والنعلين شماتي للشخنر يعني. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم قيم في الكتب دا الله دا دوج جاي نشكها المتوكل يعني دا البولت بوشور والمختار خرجال يعني. ومقيم السنة سنة توتشور وروح الحق بقوان سئان وهو أذى معنى البارق ليت يعني معنى في الإنجيل إنجيل شهدين الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله تعالى المقتفى في ضبط ألفاظ الشفاء يغدو جيت الذي يحفظه في هذا الاسم حتى أترجع شون دوزش أزلور دجدر أنه بالموحدة في أوله حلقش كبير دوج وبعد الألف راء مكسورة ألف فاتحة كسر دي راء دوج ثم قاف ساكنة تاق ساك دي قاف دوج ثم لام مكسورة تاق كسر دي لام دوج ثم مصنات تحت ساكنة تاق الله تقدم جدول ساك دي ياء دوج ثم طاء مهملة تاق تقدم باتش دول طاء دوج ده
تق بادق ليت يعني أوران كسر درس البادق ليت يعني يخص وهكذا اشته هو مضبوط حركات اشتغال في النسخة التي وقفت عليها الآن سوشين تقاتشادو بالشفاء وشفاء ياخذ جين وهي از نسخة صحيحة والله أعلم يخص بادق ليت يعني أوران كسر درسان توجه درس وقال ثعلب وأن البادق ليت الذي يفرق بين الحق والباطل بعض شوي ديها شوي قاصد بجول وسن ومن أسمائه تبايمري صلى الله عليه وسلم الشقيق في الكتب السالفة حال هذا دور دول جين شكها مؤيد يعني تقول جها شنق هواباب تنق هاد المؤلف بول بالبر همزة إشمام دش مؤيد يعني شلون بره ماد يعني أذا توجه بيوصل برهان الدين الحلبي إذا تشيء المقتفى في ضبط ألفاظ الشفاء ياخذ جيد ماد يعني ومعناه تمام طيب يعني معناه تاق وحمطايا يعني تنجح حمطايا يعني على توجه بيوصل والخاتم يعني حكاه كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال ثعلب أن فالخاتم الذي إذا ختم الله به الأنبياء شيء باسم وجداء بيمرج مع التعدير والخاتم أحسن الأنبياء بيمرج تغير تخوز خنروا خلقا قلم جاء غوصبة جاء وخلقا واملش جاء صلى الله عليه وسلم ويسمى بالسريانية متس مشفح يعني تيوخصق والمنحمنا يعني منحمنا يعني آلر نيساديو برهان الدين الحلبيس ترويدي سادور جيد واسمه تنتي أيضا في التوراة شو أحيت يعني روي ذلك الحديثات عن ابن سيرين تق أهيت يعني تحقنق بأستوجه بيوت ومعنى صاحب القضيب بيحشمان أي السيف ترون دا يعني وقع ذلك إذا مفسر بيقول دادين في الإنجيل قال أنت معه قضيب ساد كوب من حديد أشكر تردق سدوس يقاتل بيت ساد تنبش وأمة كذلك أشت تنبش وقد يحمل إذا خيلتها على أنه إذا القضيب ترخل نته الممشوق بتر ذاك الذي إدرس كان يمسكه صلى الله عليه وسلم بيمرو ليلدشن وهو الآن عند الخلفاء أشكر دأزوه إمام القاضي عياض وهو زامن جها الخلافة العباسية الله تجمعني وأما الهراوة عاسة التي إزرس وصف بها تنساني كسدا فهي في اللغة الأصل آسيس وأولاها أسخيت والله أعلم الأصل المذكورة في حديث الحوض فيمري صلى الله عليه وسلم حسب تجدول حديث جاء وهي يوجد آس أضود الناس نخيوش وباس أنه تحستغر بعصاية سيعاس ثاني لأهل اليمن يمن أهلوش تحستر خيما بولوت يعني سيخ رواية لأهل اليمين يعني لأهل اليمن رواية انتهى شرها يمن أهلوش تبايمر صلى الله عليه وسلم بق باب وخاصة بس يمن أهلوي أجر حوصن حستر خيما ديجمة إش خيما بولس دعوه بجوخ شو ببوتسو إش خيما بياس ما دعوه كأنه أسحست مقبل بات تاخ يمن أهلوش دوخ قصيلة اللي يزوخ وأما التاج فالمراد بالسلوجر العمامة شال بقص فيمر صلى الله عليه وسلم شال بليلشنيس وشال باقلخ فازق ليلشنيس ولم تكن حينئذ تخانس إلا للعرب عربش ما خناس شالبش والعمائم شال باجي تيجان والعرب عربي تاجيش عربي كينجيش وأوصافه فيمر صلى الله عليه وسلم كتاش وألقابه تنترش وسماته تنبيلغل في الكتب جينش كثيرة دقية وفيما ذكرناه منها تاريخ وأهوى يا شركة مقنع قاتم إن شاء الله تعالى الله وكانت كنيته المشهورة فيمري صلى الله عليه وسلم ورياني وزكون يهير أبا القاسم يعني وروي عن أنس رضي الله عنه لرسول أنس الرديسات أنه لما ولد له إبراهيم فيمري صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعجو وكان مارية القبطية يعجو سديته جاءه جبريل فيمر صلى الله عليه وسلم جبرائيل الملك دير فقال له فيمر السلام عليك يا أبا إبراهيم
وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد.